بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قدسنا النهارده هو قديس جميل وعظيم جدا، اتلقب بتاج الشهداء. هو صاحب المعجزات والعجائب، هو القديس ماري بقر. اتولد قديسنا في مدينة أنطاكيا من أسرة مسيحية. والده كان اسمه الأمير رومانيوس، وكان من أكبر وزراء الدولة الرومانية، لكنه أنكر الإيمان في عهد الملك ديوكليديانوس. ووالدته كان اسمها مارسا، كانت ست تقية جدا بتحب ربنا جدا جدا جدا، وكان إيمانها قوي جدا بربنا. وهي في الوقت ده كانت عاقر، ما كانتش بتخلف. من كتر صلواتها وإيمانها وطلباتها لربنا إن هو يديها ولد، استجاب ربنا لصلواتها ورزقها بالقديس الجميل ماري بقر. وعاش بقر تحت رعاية أمه التقية، وارتبط جدا بصديقه الأمير إقلاديوس ابن خالته. وعلى فكرة احنا عملنا قصة القديس إقلاديوس قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتات. كانوا دايما بيتشاركوا في هدف واحد، هو الصلاة والعبادة لربنا يسوع المسيح. وترقى الأمير بقر في المناصب لأنه كان شاب مجاهد جدا في حياته، وكان رحيم ولطيف جدا مع الناس. وراح قال الملك ديوكليديانوس للأمير بقر والأمير إقلاديوس إن هم يعبدوا الأوثان، بس هم رفضوا رفض تام. والخدام بتوع الملك مرضوش يقولوا للملك إن هم رفضوا، وداروا عليهم لأنهم كانوا بيحبوهم جدا وكانوا خايفين عليهم. وكان الأميران بيفتقدوا دايما المسجونين وبيهتموا دايما لطلباتهم، وكانوا كمان بيدفنوا أجساد الشهداء اللي كان الملك ديوكليديانوس بيؤمر بقتلهم. ولما عرف الملك ده اتضايق جدا، وأمر إن هم يجيبوا إقلاديوس وياخدوه على الصعيد بعيد عن أنطاكيا عشان يتقتل هناك، عشان الشعب ما يغضبش ويثور عليه. وراح الملك ديوكليديانوس بعت لرومانيوس أبو بقر وقال له إن ابنك بيدفن المسيحيين اللي الدولة بتقتلهم، وإن أنا مش راضي عن الكلام ده، وإن ابنك كمان مش راضي يعترف ويسجد للآلهة. فراح رومانيوس بعت لابنه بقر وبعت أصحابه عشان يقنعوه إن هو يسيب إيمان المسيح ويبخر الآلهة، لأن الملك هدد رومانيوس إن هو هيقتل ابنه لو ما سجدش للآلهة. ولما جه الأمير بقر بقى الملك يكلمه بطريقة لطيفة وبهداوة ويقوله إن هو يسجد للآلهة. راح رد عليه وقال له قدسنا أنا مش ممكن أسيب المسيح، وقعد ينصحه إن هو اللي يرجع عن اللي هو فيه ويعترف بالإيمان المسيحي. راح رومانيوس ضرب ابنه وقعد يزعقله جامد قدام الملك، وكمان كان هيقتله. وبعدين راح أمر رومانيوس إن هما ياخدوا بقر ابنه ويحطوه في سرداب مكان ضلمة كده. وفجأة تحول المكان الضلمة ده لسما منيرة، وكانت أمه مارسا بتصوم وبتصلي طول الوقت عشان خاطر ابنها. وراحت زارته في السجن وقعدت تسنده وتقويه بكلامها، وقالت له إن هو هينول إكليل الشهادة. وبعدها خرج رومانيوس ابنه بقر من السرداب وحاول تاني إن هو يغريه، لكنه فشل. فراح أمر العبيد إن هما يجلدوه ويضربوه بالرمح لغاية ما يموت. لكن استدعاه الملك ديوكليديانوس وحاول مرة تانية معاه إن هو يغريه، ولما زهق راح هدده. وفي الآخر راح بعته لإسكندرية عشان يتعذب هناك بعيد عن أنطاكيا. وأصرت أمه مارسا إن هي تشوفه قبل لما يسافر، وفعلا قابلته وقعدت تعيط كتير قوي عليه. فراح ابنها قال لها بتعيطي ليه عليا يا أمي؟ عيطي على جوزك اللي ربنا هيزعل منه، لأن أنا اتبريت من أبوته من ساعة ما ساب المسيح وماشي في طريق الشيطان، لكن أنا ماشي في طريق ربنا يسوع المسيح، ما تخافيش عليا. والناس كلها سمعت الحوار اللي دار بينهم، وكان حوار روحي جميل مؤثر جدا وأثر في الناس كلها. وبعد ما خلص كلامه معاها قال لها ما تزعليش عليا، أنا كويس وهبقى في مكان كويس، صلي لجوزك خليه يرجع لربنا. راحت شجعته أمه ومسحت دموعها وبقت تقويه وتعزيه وسابته يمشي. وقابله هناك الملك أرمانيوس وحاول ان هو يغريه مرة تانية ويقنعه عشان يسجد للأوثان، لكن الشهيد بقر صمم على كلامه وقال له أنا عايز استشهد على اسم ربنا يسوع المسيح. فراح أمر أرمانيوس إن هما يعذبوه ويحطوه على سرير من حديد وتحتيه نار، بس ربنا خلصه وما خلاش النار تأثر فيه ولا لمست شعراية واحدة منه. فاتغاظ جدا الملك وراح رماه في السجن. وفي الوقت ده كان في بنت من بنات الملوك بصة من القصر بتاعها على السجن اللي فيه المسجونين المسيحيين،
وكان في مجموعة من الناس سكرانة بيستهزئوا بالمسيحيين. وفي اللحظة دي البنت وقعت من فوق وماتت. راح القديس قال لهم هاتوها لي عشان أصلي عليها، وفعلا صلى عليها القديس وراحت قامت من الموت ورجعت، وأمنوا كلهم بالرب يسوع. والبنت دي اتجوزت وجابت ولد وسمته بؤتر. وبعدها أمر الوالي إن هم يحطوا بؤتر في مكان مليان نار زي ال3 فتية، وفي وسط ما هو كان في النار كان عمال يصلي. وفي الوقت ده ظهر له الملاك ميخائيل ونجاه وشال منه القيود، وشافوه ناس كتيرة جدا من الحراس، وكلهم أمنوا بالمسيح ونالوا أكليل الشهادة. ورجع الوالي لبيته مكتئب ومتضايق جدا من اللي حصل، وكانت مراته مسيحية، فقعدت تنصحه وتزعقله وتقوله خلي بالك اللي حصل ده فعلا، وإن ربنا يسوع المسيح هو اللي خلصه. فراح هددها وقال لها لو ما سكتيش هعمل فيكي زي ما عملت في بؤتر، اللي حصل ده سحر، هو انت فاكرة ده ايه؟ وبعدها راح أمر إن بؤتر يروح للصعيد عشان يتعذب هناك ويتقتل، وإن أرمانيوس ما يجيش ينتقم منه لو قتل ابنه. وفعلا لما وصلت السفينة ورست في مدينة طحا قابل هناك صديقه الجندي بيفام. وعلى فكرة أنا كنت برضو منزله لكم سيرة القديس بيفام، هحط لكم اللينك بتاعها في الكومنتات. وكان مسيحي بس متخفي، ما كانش قايل لحد خالص. راح شجعه إن هو يعلن إيمانه بالرب يسوع، ومشيت السفينة ورست في أنصنة. ولما دخل الملك معاه في حوار اتغاظ منه جدا وكان عايز يقتله، بس الحراس اللي حواليه قالوا له بلاش تقتله، الأفضل إنك ترميه في القصر المهجور من غير ولا أكل ولا شرب عشان الملك أرمانيوس ما ينتقمش منك. وفعلا راحوا رموه في القصر المهجور اسمه الباروكون من غير ولا أكل وشرب، وقالوا إن الشياطين هي اللي هتتصرف معاه وهتموته. لكن ربنا ما سابهوش أبدا، وبعت له راجل اداله عدة نجارة وبقى يمارس مهنة النجارة هناك وياخد شغله ويبيعهوله. وهناك عاش قدسنا حياة مليانة نسك جميلة في حب ربنا يسوع المسيح. الشيطان ما كانش سايبه في حاله أبدا، وكان بيحاول يحاربه بكل الطرق، بس الأمير بؤتر كان بيهزمه دايما بمحبة ربنا يسوع المسيح اللي ظهر له وطمنه، وكمان طمنه على مامته وأعلن له عن انتقاله لكنيسة الأبكار. وقابله هناك الجندي الأمين اللي كان قابله في أنطاكيا اللي بعتته أمه مرسى عشان تطمن على ابنها، فراح حكاله القديس على كل اللي حصل معاه عشان يطمن مامته. وفي الوقت ده جه والي جديد لأنصنة وراح جابه وبدأ يعذب فيه مرة تانية، مرة بالنار ومرة بالسم ومرة بالزيت المغلي. وكان ربنا في كل ده مش سايبه أبدا، وكان بيحميه، وفي كل مرة يقف جنبه ويحميه. وفي الوقت ده اتهم الملك بؤتر بأنه هو بيستخدم السحر، فقدسنا قال له أنا عمري ما استخدمت السحر، لكن دي قوة إيماني هي اللي خلت النار تنطفي. فراح جاب الوالي أكبر راجل ساحر عنده عشان يعمل له سحر ويكون فيه سم جبار، حطهوله في الأكل وفعلا أكله قدسنا لكن ما تأثرش بيه. فراح طلب منه إنه يعمل كمية أكبر وفيها سم أخطر من الأولاني، وبرضه أكله قدسنا وما تأثرش بيه خالص. راح قفل الساحر كتابه ورماه على الأرض إنه يكلمه عن المسيح، وبعدها آمن الساحر بالمسيح. وفي وسط كل العذابات دي ناس كتيرة جدا وحراس كتيرة جدا آمنوا بالمسيح من كتر اللي شافوه مع القديس بؤتر وهو بيتعذب، وكلهم نالوا أكليل الشهادة. وبعدها أمر الوالي بقطع راس القديس، واتقال إن جت أمه بعدها وبنت كنيسة في أنصنة في المكان اللي عاش فيه ابنها قبل استشهاده، وإن هو ظهر ليها وقال لها عن بعض الأمور اللي بتخص الكنيسة في مصر. وراحت شالت مرسى وفاة القديس بؤتر لأنطاكيا بعد لما ودعوا أهل الصعيد في مهابة وتكريم كبير جدا، وكان الكل بيتبارك منه، والكنيسة بتحتفل بعيد استشهاده يوم 27 برمودا وبتكريس كنيسته يوم 27 هطور. بركة صلوات وشفاعة القديس ماري بؤتر تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس ماري بؤتر تاج الشهداء ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة، وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.